يعني إيه تحكيم عادل، يعني إيه انتظام مسابقة، يعني إيه تكافؤ فرص. الحاجات دي لو سألت أي حد مسؤول عن الكورة في مصر عنهم أكيد مش هيعرف حاجة عنهم. العك اللي شفناه من شوية في ماتش الزمالك والمصري بيحصل كل موسم بنفس التفاصيل بنفس الأسلوب من نفس الجهة، وهي جهة التحكيم. ولا حياة لمن تنادي مع اختلاف الأشخاص، وما حدش كده بيتحاسب. بيطلع بيانين مع اعتذارين مع كلمتين لطاف، وفي الآخر كله بيعدي. ويبقى السؤال هنا للناس اللي قايمة على الكورة بشكل عام في مصر، هو انتوا بتنظموا المسابقة دي ليه؟ يعني مفيش تكافؤ فرص ومفيش ملاعب عدلة ولا تحكيم كويس ولا تطوير من الكورة، وحتى التعليق زي الزفت. طب انتوا بتنظموها ليه؟ ما تقولوا للناس وقولوا للأندية ان دي سبوبة وكله بياكل منها عيش، الناس هترتاح وانتوا هترتاحوا بدل وجع الدماغ كل سنة. ويبقى السؤال لمجلس إدارة نادي الزمالك، هل هيبقى له ردة فعل قوية ولا جعجعة زي المجلس اللي فات؟ ويفضل السؤال اللي محدش عارف إجابته، الزمالك خد إزاي 14 دوري في وسط المنظومة اللي كلها فساد دي؟ ده حتى في وجود الفار برضه ما سلمش من فسادهم.